مش قادر اعيش في الغابة دي كده. انا عايز اكل اكل كتير. اعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا وادور على اي حيوان واعمل يا لهوي يا لهوي. كلتهاي بس لسه جعان. لازم ادور على اكل تاني. ايوه هشوف اولاد الحيوانات الصغيرين وهاكلهم كلهم. هاي. تعالي هنا. تعالي لازم امسكك. سيمبا سيمبا يا ابني، ما شفتش في الفرخة يا بنتي؟ انا مش لاقياها. ما ترد عليا يا سيمبا، عمال تلعب ومكبر دماغك وكمان بتضحك عليا. طب والله لا راح اقول لباباك. ايه الفرخة الرخمة دي؟ هو انا كلمتها ولا شفت بنتها دي اصلا؟ ايه ده؟ انا كنت قاعد بلعب وهي اللي جت كده رخمة تقول لي فين بنتي، وانا مالي انا فين بنتها؟ بتعمل ايه يا فلافيل؟ سيبني يا بغبغان، بحاول ابص اشيل اسكار واتدرب. ما قدرتش. ايه ده؟ طيب بص انا ما نرقص كده بقى يا بغبغان ونسيبنا من الرياضة دي خالص. ايه رايك يا صاحبي؟ رأيي ان انت هايف والله، مش لاقي حاجة تعملها فبتحاول تعمل اي حاجة ومش عارف. ايه ده؟ ايه اللي جاي من هناك ده؟ اللي انا شايفه ده بجد؟ ايوه دي الغوريلا المجنونه، يبقى انا لازم اجري بقى. ايه ده؟ في ايه يا سيمبا؟ مالك جاي بتجري كده ليه؟ اسكت يا بغبغان، لحسن انا شفت الغوريلا الكبيره وهي جايه وعايزه تاكل الحيوانات، بتقول هاكل الحيوانات الصغيره، فانا خفت وجريت بسرعه. لا 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 ما تخافش، انا دلوقتي هدخل على اللابتوب بتاعي وهجيب اي حل للموضوع ده. لازم احل الموضوع ده واشوف الغوريلا دي ايه حكايتها، همشيها ازاي. طيب انت ادخل على اللاب بتاعك وشوف هتعمل ايه، وانا هروح دلوقتي لبابا عشان ابلغه باللي حصل ده بسرعه. ايوه انا دلوقتي هبحث على اليوتيوب واشوف ازاي طريقة ان انا امشي الغوريلا الشريرة دي من الغابة. انت بتعمل ايه يا بغبغان انت؟ وجبت منين البتاع اللي معاك ده؟ انا بعمل سيرش بقولك ايه، ابعد عني دلوقتي يا سكار. ايه السيرش ده يا ولا؟ انت بتعمل ايه؟ وجبت البتاع اللي معاك ده منين؟ ما ترد عليا. جبته من مطرح ما جبته، كان في صيادين جم في الغابة قمت انا سرقته منهم وطرت بعيد، ومن ساعتها فهمت قيمته. سيبني بقى عشان اطلع طريقة كيفية ازاي نتخلص من الغوريلا الشريرة دي اللي موجودة في الغابة. دي عايزة تاكل اطفال الحيوانات كلها. امشي روح اطمن على عيالك يا سكار. ولادي حبايبي، الحمد لله ان انتوا بخير يا حبايبي. مالك يا بابا؟ في ايه؟ احنا بخير. طيب كويس، اصل الغوريلا المتوحشة هربت من الكهف بتاعها وحالفة لا تاكل اولاد الحيوانات كلها، وانا خفت عليكم لما عرفت، والبغبغان قال لي قلت لازم اجي اطمن عليكم. كويس ان انتوا بخير يا حبايبي. ارجع بقى لماما، الحمد لله جيت من المدرسة. بقيت حيوان اما اكلهم. يوم 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 شبعنيش، مش قادر، جعان جعان. بابا شفت اللي حصل في الغابة؟ عرفت ايه يا سيمبا؟ انا سامع صريخ ومش عارف ايه اللي بيحصل، قولي بسرعة. الغوريلا المتوحشة يا بابا خرجت من الكهف بتاعها، شكلها كده جعانة جدا، وبعدين ايه ماشية عمالة تاكل في الحيوانات الصغيرة. انا شفتها جريت بسرعة وقلت اجي اقولك. يا نهار ابيض، دي قوية جدا وانا مش هقدر عليها لوحدي. خلي بالك من الغابة يا سيمبا، انا هروح اشوف مين هيساعدنا وهاجي تاني. يا ربي، عمال ادور ازاي طريقة اعمل ايه في الغوريلا، بتطلع لي طرق عجيبة. انا دلوقتي لقيت الحل ان انا احاربها بسيفي. ايوه هروح واضربها بالسيف بتاعي. دلوقتي هقول لي سيمبا ان انا لقيت الحل ده. سيمبا الحقني الحقني، بنتي ما رجعتش من المدرسة، الحقني انا خايفة لا تكون الغوريلا اكلتها.
ما تخافيش يا أرنوبة، روحي بس بيتك دلوقتي وبابا هيجيب لنا حل، وإن شاء الله بنتك ما تبقاش اتاكلت. مش عارف أنا أعمل إيه أصلا لما أنا أصلا كنت هتاكل. طيب يا رب بابا يرجع بسرعة ويبقى معاه الحل بقى. ايه ده البغبغان جاي من هناك اهو، يا رب يبقى لقى حل. لا، ايه ده الحل يا سيمبا؟ سيفي ده هو الحل. انا دلوقتي هاخد سيفي ده واروح اشوف فين الغوريلا واضربها بيه واموتها ويبقى الموضوع خلص خلاص. انت بتهزر صح؟ اكيد بتهزر. سيفك ايه اللي قد النملة ده اللي هيضرب الغوريلا؟ يا عم اسكت، حرام عليك، دي ممكن تاكلك انت اصلا. اقعد ساكت بقى يا بغبغان، وانا غلطان ان انا اعتمدت عليك. خليك جنبي هنا بقى اما نشوف هنعمل ايه لحد ما بابا يجي. غزالة، هو صحيح الغابة فيها غوريلا ولا ايه؟ ايوه في غوريلا. يا سلام، ودي هتاكلنا بقى وكده ولا ايه؟ ايوه يا اخويا، خليك انت في المي. طيب انا فعلا هخليني في المي. طيب مع السلامة. اشربي بقى وكفاية شرب وامشي. يا سبايدر مان، كويس ان انا لقيتك. انا بقالي كتير عمال اجري في كل الغابات ادور عليك. كويس ان انا لقيتك، انا محتاجك ضروري. خير يا ابو سيمبا، في ايه؟ مالك جاي بتجري كل ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ الغوريلا المتوحشة خرجت من الكهف بتاعها وعايزة تاكل صغار الحيوانات كلهم. الحقني، الحقني يا سبايدر مان، انت الوحيد اللي تقدر عليها بخيطك العنكبوتي. خلاص ماشي، هاجي معاك طبعا. احنا ممكن نعدي على الدنياسور سوبرمان، ناخده معانا في سكتنا لو تحب. يا ريت، لو هو هيرضى تعالى نروح نعدي عليه وناخده معانا. يا سلام على النوم فوق جذع الشجرة او اللعب كده. يا سلام يا سلام. ايه اللي جاي من هناك ده؟ دي الغوريلا المتوحشة، يا لهوي اما اجري. ديناصور سوبرمان، احنا جايين لك في مهمة قوية جدا. خير يا سبايدر مان، ايه اللي جابك انت وابو سيمبا مع بعض؟ الغوريلا المتوحشة هربت في الغابة عندي ومحتاجكم عشان تقدروا تمسكوها. طيب يلا بينا. ياه، انا هعمل ايه لوحدي؟ انا دلوقتي عرفت قيمة اخويا. قيمة اخويا لما كان موجود في الغابة كان هو اللي بيحمينا، وهو مش موجود انا خايف جدا. ان شاء الله يجي ويبقى معاه الحل عشان الغوريلا المتوحشة دي ما تاكلناش وتاكل عيالنا. انا خايف جدا جدا. يا ربي، هعمل ايه؟ ابص كده نظرة على الحيوانات، بس انا خايف. انا هدخل بيتي. جعان، لازم الاقي حيوانات اكلها. تكرمين يا غوريلا، انا سوبر ديناصور وجيت لكم معايا سبايدر مان. يلا هتمشي من هنا ولا هنضربك؟ انتوا ما تقدروش عليا. طيب احنا هنوريك هنقدر عليك ولا لا. خدي بقى يا غوريلا، خدي. خدي بقى يا غوريلا. خدي بقى يا غوريلا. خلاص انا حرمت، انا همشي من هنا دلوقتي حالا. الحمد لله ان احنا مشيناها من الغابة، وكده الغابة هترجع لابو سيمبا. انا اقوى منك طبعا يا هالك يا اخضر. انا هالك الاحمر واقوى منك. انت بتستهبل ولا ايه؟ انا هرك الاخضر وبنية واحدة بس مني اطيرك او امشيك من الغابة دي واديك غابة تانية. ايه؟ طب وريني كده يا جميل. تعالى بقى بص، خد يلا مني بوكس. وانت خد بوكس، وانت خد بوكس. وانت خد بوكس، وانت خد بوكس. في ايه يا ام سيمبا؟ مالك جايه بتجري من هناك كده ليه؟ هالك الاخضر وكمان هالك الاحمر مبهدلين بعض وعمالين يضربوا بعض، ده يقول لي ده الاقوى ده الاقوى، والحيوانات خايفه جدا. لازم تتصرف يا ابو سيمبا. يا دي النيل على هالك الاحمر وهالك الاخضر دول. طيب انا هتصرف دلوقتي وهروح لهم. انا مش عارف انا ايه ده. هالك الاخضر ده وهالك الاحمر عاملين دايما دوشه في الغابه، وهي كانهم مفيش ابطال غيرهم يعني، وانا وانت مش موجودين ولا ايه؟ هو هو، خليهم يعملوا دوشة، خليهم. ده هم على طول في دوشة كده. انا وانت موجودين اهو، بس تعالى نلعب. سيبك، احنا ما نعملش حاجات شريرة زي كده. انا جايلكم اما اشوف اخرتها معاكم ايه. كل شويه خناق خناق، انا جايلكم. ايه ده ايه ده ايه ده؟
بس اسكت انت وهو، بطلوا خناقة بقول. اهو يا ملك الغابة، انا سبته بس عشان خاطرك انت. سبتني ايه ده؟ انا ممكن اضربك، ممكن اقطعك. انا مش قلت بطلوا خناق؟ واسمعوني كويس، انتوا الاتنين عاملين مشاكل كبيرة جدا في الغابة، فانا قررت خلاص ان واحد فيكم لازم يسيب الغابة ويمشي، واحد بس هو اللي يقعد في الغابة، واللي هيفصل ما بينكم حكاية. يعني انت يا حلق يا احمر تحكي لي حكاية، وانت يا حلق يا اخضر تحكي لي حكاية، واللي حكايته هتعجبني اكتر هو ده اللي هيقعد في الغابة والتاني هيمشي. طيب انا بقى واثق من نفسي جدا يا ملك الغابة، وانا هبتدي الاول احكي لك حكايتي، وشوف لو عجبتك خليني انا اللي اقعد في الغابة. يا كنجور يا كنجور يا ابني، انا سمعت ان الواد سيمبا بقى نوتي، اوعى تلعب معاه، كل الحيوانات بتقول عليه ان هو نوتي، وانا جيت عشان اخدك عشان ما تلعبش معاه. يلا يلا يا حبيبي نروح على بيتنا، واوعى تلعب مع اي حيوان نوتي. مامتي يا مامتي، هو صحيح سيمبا نوتي؟ إيه ده، كل الحيوانات بتقول عليه ان هو بقى نوتي، وقعدوا يقولوا كده ما تلعبوش معاه ما تلعبوش معاه ما تلعبوش معاه. يعني انا العب معاه ولا ما العبش معاه؟ فهميني بقى. ايوه يا بطوطه يا ابني، انا سمعت كل الحيوانات بيتكلموا في الموضوع ده، طالما هو بقى نوتي خلاص اوعى تتكلم ولا تلعب معاه، ملناش دعوه بيه. يلا يلا بسرعه يا كتاكيت، يلا ندخل على عشتنا، يلا لحسن كل الحيوانات بتتكلم وبتقول ان سيمبا بقى نوتي وبيضرب كل الحيوانات الضعيفة، واحنا لازم نستخبى في عشتنا عشان احنا فراخ صغيرين وده ممكن يضربنا. يلا يلا بسرعة على العش بتاعنا. يا بابا يا ملك الغابة الحقني، لازم تتصرف وتعرف ايه اللي بيحصل ده. انا كل ما اروح الصبح العب مع حيوان من صحابي يجري ويقول لي ابعد عني يا نوتي، وفي الاخر وانا جاي سمعت الفرخه بتقول لعيالها الكتاكيت يلا ندخل عشنا لحسن سيمبا النوتي جاي وممكن يضربنا. انا هضربهم بردك يا بابا، انا نوتي، ايه اللي خلاهم مره واحده يقولوا عليا كده؟ انا ما عملتش حاجه خالص. ايه ده انت مش نوتي خالص، ده انت طيب وجميل، ده انت كفايه ان انت ابن ملك الغاب، ازاي يقولوا عنك كده؟ يا نهار ابيض، هو انا هسكت؟ ده انا ملك الغابه، مش هسكت لهم. انا دلوقتي هبعت اجيب عمك نمر ونشوف في ايه الموضوع ده، ازاي يقولوا على سيمبا الجميل نوتي؟ ما يا بابا يا بابا، عمو اسد بعتلك مع العصفورة، بيقولك تعالى ضروري عشان هو عايزك في حاجة مهمة، شكله كده عايزك عشان الحيوانات كلها رافضة تلعب مع سيمبا وبتقول عنه ان هو نوتي. انا بصراحة ما شفتش منه اي حاجة نوتي، ومش عارف ايه اللي خلى الحيوانات كلها تتكلم عليه، بس عمو سيمبا عايزك وانا جيت ابلغك. ايه ده هي الحيوانات بتقول على سيمبا ان هو نوتي؟ ده سيمبا ده طيب جدا، وانت يا حبيبي اوعى تتغير من ناحيته، سيمبا ده زي اخوك ومتربي معاك، اوعى تتغير من ناحيته ولا تسمع كلام اي حد يقول عنه انه نوتي. وانا دلوقتي هروح عند عمو اسد واشوف مين الكذاب اللي طلع الاشاعات دي على سيمبا، ده سيمبا طيب جدا. سكار يا عبقرينو، تصدق يا سكار انت من كتر ما انت اي حاجة بتقولها بتمشي مظبوط، خلاص انا بعد كده مش هفكر وراك تاني، خطتك ماشية ايه عنب عنب يا سكار. عايزة اقولك كل الحيوانات صدقت ان سيمبا نوتي وفعلا خطتنا بدأت تنجح وهيكرهوه، بكرة يكره ابوه كمان، وتبقى انت ملك الغابة يا سكار يا حبيبي. طبعا شكرا لرأيكم فيا ان انا ذكي، انا اصلا ذكي من زمان. الخطة هتمشي تمام التمام طالما ابتديناها بالواد سيمبا العيل ده اللي عايز يبقى ملك، يبقى اكيد هنبقى احنا الملوك. يلا بس يا اتباع روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل في الغابة وتعالوا بلغوني. ايه يا ملك الغابة اللي بيحصل ده؟ ازاي الحيوانات يقولوا على سيمبا الطيب يقولوا عليه غلبان؟ ايه اللي حصل يا سيمبا وخلى الحيوانات يكذبوا الكذبة الكبيرة دي ويقولوا عنك كده؟ انت عملت حاجة يا حبيبي؟ انا والله يا عمو ما عملت حاجة خالص، والله يا بابا ما عملت حاجة، لازم تصدقوني. انا كنت قاعد في بيتنا طول اليوم، وهم طلعت بره لقيت الحيوانات مش عايزين يلعبوا معايا، والفرخة كمان خايفة مني وبتقول لعيالها ادخلوا جوه العشة لا سيمبا يدوس عليكم او يقتلكم، وانا لا يمكن اقتل حيوانات، انتوا عارفين ان انا طيب جدا. طيب خلاص احنا هنبعت حد من الطيور يلف في الغابة من غير ما ياخدوا بالهم، لان لو انا رحت وسألت
اللي عامل كده أكيد هيخبي، رغم إن أنا شاكك وتقريبا عارف مين اللي عمل كده، بس مستغرب أوي من الحيوانات إن هما صدقوا. بس هنعمل إيه، حيوانات غلابة. بس على العموم هكلف طير من الطيور يروح يبحث في الموضوع ويجي يبلغنا باللي حصل ونعاقب اللي عمل كده. يا خفاش، انا جيت لك انت مخصوص عشان كل الحيوانات لما بتشوفك نايم على الشجرة مقلوب بيفتكروك نايم. عايزك تروح تقعد فوق كل شجرة وتعمل نفسك نايم، بس تسمع وتشوف ايه اللي بيحصل، وتيجي تقولي وتشوف مين اللي عامل الخطة الوحشة دي على سيمبا. انت عارف طبعا ان هما بيقولوا ان سيمبا نوتي، وسيمبا ده طيب جدا، ده انا اللي مربيه. ماشي يا خفاش، يلا روح يلا، انا عايزك ما تتأخرش علي، ماشي؟ مع اني فعلا عايزة انام، بس هطير دلوقتي وهروح اشوف مين اللي عمل كده، وهاجي ابلغك يا نمر عشان تبلغ ملك الغابة. ايوه يا سكار، رجعت لك تاني اهو زي ما انت قلت عشان ابلغك باللي بيحصل في الغابة. ما فيش حاجة جديدة بتحصل، كل الحيوانات خايفة ومستخبية، بس انا مش شايف اي تقدم. انت قلت لي ان هيحصل تقدم، فين التقدم ده؟ مفيش حاجة هتحصل يا زكي، اصبر بس شوية كده واحنا نعمل في سيمبا ده اي مغرز تاني. ما هو اكيد يعني هيطلع يلعب، يعني هو هيسكت؟ ما اكيد هيلعب. بص، احنا سيمبا ده اخر ما نزهق ممكن نموته. يعني احنا دلوقتي قلنا لكل الحيوانات ان هو نوتي، طيب ممكن بقى ايه نوقعهم فوق الجبل ونقول هو كان بيزق حيوان فالحيوان زقه، وكده كل الحيوانات هتصدقنا، ما هم عارفين ان هو نوتي وممكن يزق اي حد او يضايق اي حد. خلاص عرفت ان انا مخ كبير ولا ما فهمتش؟ يا سلام يا سلام عليك يا سكار وعلى خطتك العظيمة. هو في زي مخك؟ هيجي يوم وهتبقى انت الملك، عشان بصراحة ما في زي مخك. ولما تبقى الملك لازم انا ابقى الوزير. النمر ده يتشال خالص، ما تحطوش في حساباتك، انا اصلا بكرهه وما بطقوش. ده نمر غتت ورخم هو وابنه. يا ملك الغابة، انا عرفت مين اللي عمل كل ده في سيمبا، وفيك انت كمان يا نمر. كانوا الضباع ومعاهم سكار، كانوا بيتفقوا ان هما يمسكوا الحكم بعديكوا، ويمشيك يا نمر ويمسكوا الضباع هما الوزراء، وكمان يمشوا ملك الغابة ويبقى سكار الملك. وانا سمعتهم وهما بيتكلموا وقالوا لو الموضوع اللي بيحصل ده دلوقتي ما عملش حاجة هنموت سيمبا. وجيت بسرعة عشان اجي اقولكوا، يا رب يكون راضي عني بقى يا ملك. طبعا راضي عنك. ماشي. سكار ده لازم ما يتسكتلوش. يلا يا نمر، مشي سكار من الغابة كلها، ومش هو وبس، والضباع الوحشين اللي عمالين يعملوا شر كتير عشان يخلوا ابني سيمبا شكله قدام الناس وحش ويمشونا احنا كمان. يلا بينا نروح نمشي سكار والضباع من الغابة. ها يا ملك الغابة، دلوقتي انت سمعت الحكاية اللي انا حكيتها، ايه رأيك فيها؟ هتسيبني بقى انا اقعد هنا في الغابة ولا لا؟ مش هقدر اقرر دلوقتي يا هرق يا احمر، هنستنى بكرة لما هرق الاخضر هيحكي حكايته، وهنا بقى هختار ما بينك وكمان ما بينه، وهو واحد بس فيكو اللي هيقعد في الغابة. استنونا بكرة يا صحابي، هالك الأخضر هيحكي حكايته. عيني ليه عايز مني ايه؟ ايوه ودعان انا كمان. ودعان انا كمان. ودعان انا كمان يا ترى عايز مني ايه؟ ايوه عايزنا، مش عارف ليه. ادينا هنعرف ليه دلوقتي. ياه اخيرا لقيت بير، انا عطشان جدا، وايه ازازة المية اللي شكلها غريب جدا دي عند البير؟ اما اشرب منها بقى. ما تشربش مني. ايه ده انت بتتكلمي ليه بقى ما اشربش منك؟ عشان انا خاصة بالكتاكيت، ولا خاصة بالكتاكيت ولا مش خاصة بالكتاكيت، انا عطشان، وبعدين انا ابن ملك الغابة اشرب من اللي انا عايزه. هشرب منك يعني هشرب منك. انت حاطه طعمك ميه جميل. يلا بقى
اما اروح اشوف فين صحابي عشان يجوا الحفلة اللي انا اعملها لهم. روح لاصحابك، تستاهل اللي حصل لك. ايه يا ظروفة الشياكة والجمال اللي انتي فيه ده؟ انتي رايحة فين كده؟ انت مين؟ انا معرفكش عشان اقولك انا رايحة فين. انا على العموم رايحة اقابل خطيبي ظروف. بس انت مين؟ انتي بتهزري؟ انا سيمبا، انتي مش عارفاني ولا ايه؟ سيمبا؟ ازاي يعني؟ ده اصلا مش شكل سيمبا. بس يا عيل يا صغير انت، والله لا اسيبك وامشي واروح لظروف خطيبي. ايه ده؟ هي ازاي تكلمني كده ويعني تقولي سيمبا وتضحك وتمشي وتسيبني كده ليه؟ يعني ايه اللي حصل في شكلي؟ ظروفة، ظروفة، ايه ده واقفة بتتكلم مع مين هناك دي؟ قال لها ما تتكلمش مع حد غريب. يلا يا حبيبتي تعالي ارجعي معايا العربية. دكتور أردون، الحقني يا دكتور أردون. في ايه يا فاروقة؟ في ايه؟ حطيت المحلول السحري اللي انت اديتهولي ده في المية لولادي عشان يكبروا. قام جه سيمبا وشرب من المية وشكله اتغير خالص، وهو دلوقتي رايح الحفلة وانا مش عارفة الحقه واقوله ما تروحش ولا اعمل ايه. سيمبا احسن، انا اصلا ما بحبوش الواد ده، هو اللي حشري وكل حاجة بيحط فيها مناخيره، يستاهل. تعالي نروح عشان نتفرج عليه هيبقى شكله ازاي قدام الحيوانات. هو انا كل ما حيوان يقابلني يعاملني كده ليه؟ مش مشكلة، انا هروح بقى البيت عشان اقف قدام مرايتي الجميلة واغير هدومي، وبعدين اروح الحفلة اللي انا عاملها لاصدقائي الحيوانات. اما اخش كده عدل بقى هدومي في المراية. ايه ده؟ مين اللي في المراية ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك يا سيمبا؟ ايه اللي غير شكلي ده؟ انا بقى شكلي غريب جدا. ايه ده؟ طب ما عشان كده بقى كل الحيوانات مش عارفيني وبيتريقوا عليا ويقولوا لي انت سيمبا. ايه اللي عمل فيا كده يا ترى؟ لا انا لازم اروح اشوف الساحرة وتقول لي ايه اللي عمل فيا كده، ايه اللي خلاني كده. انا مش عارف خالص ايه اللي عمل فيا كده. مين اللي بيخبط على بابي؟ ايه ده؟ سيمبا، ايه اللي جابك عندي؟ ايه ده؟ الحمد لله انت عرفتيني. يعني ايه ده، عندك مراية ولا ايه؟ اشوف نفسي. انا رجعت عادي شكلي سيمبا. انت عرفتي ان انا سيمبا؟ انا ساحرة يا حبيبي، يعني بعرف اي حاجة. معنى ان انت حصل لك حاجة وتغير شكلك مش هعرفك يعني؟ لا طبعا، انا الساحرة فلازم اعرفك باي شكل انت عليه. طيب انا جايلك عشان تلحقيني انجديني. شايفه شكلي عامل ازاي؟ وانا عامل لاصحابي كلهم حفله مفاجاه ومش عارفين ان انا اعمل لهم حفله، بس انا كنت عايزه افرحهم. ينفع شكلي يبقى كده ازاي؟ كلهم هيضحكوا عليا طبعا وما يعرفونيش. ممكن ترجعيني سيمبا زي ما كنت؟ ده انت جيت لي برجليك. انا مش هرجعك سيمبا زي ما كنت، انا هرجعك زي ما انا عايزه. يلا خد وشوف هيحصل لك ايه. يلا امشي، اديك بقيت بطل، بس بطل شرير. روح اعمل كل الشر اللي انا عايزاه في الغابة. انت خلاص مش هتعرف تتصرف وهتفضل طول عمرك كده اسكار، طول عمرك كده. ابن اخوك عامل حفلة وهيتوجوه ان هو هيبقى الملك، وانت هتفضل اسكار اللي مرمي على جنب. يا زرع رحميني بقى. اعمل ايه يعني؟ شوفي انت تقدري تعملي ايه واعمليه، مالكيش دعوه بيا. انا هفضل قاعد هنا. الله، انت زهقتيني وكل شويه تضربيني. اعمل ايه بس في سيمبا ده؟ لازم اشوف له حل. ايه ده جاي من هناك اهو. لا ولابس لي سبايدر مان كمان. زهرة مرات عمي، كويس ان انا شفتك في وشي. انتي بقى تستاهلي اول واحدة تاخد الشر بتاعي. خدي ايه يا سيمبا القوة اللي فيك دي؟ روح منك لله يا شيخ. طيب بتدي عليا؟ والله العظيم لازجنك هنا. يلا خش السجن بقى. اهلا الدب، كويس ان انت جيت في طريقي. يلا تعالى بقى عشان اضربك. تضربني ايه يا سيمبا؟ انت مجنون؟ انت بتدعينا للحفلة ونروح ما نلاقكش واجي الاقيك لابس لي هنا سبايدر مان وعايز تضربني؟ انت مجنون. ايوه انا فعلا اتجننت. خد يا دب، خد يا دب، خد يا دب، خد كمان. يلا يلا بقى
تعالى يلا اوديك في السجن مع زارة. يلا خش السجن مع زارة عقبال ما اجيب بقية الحيوانات واجيلكوا. هسجنكوا كلكوا مش هسيب اي حيوان برا السجن. يا لهوي، ايه اللي انا شفته ده؟ ايه اللي سيمبا عامله ده؟ اروح بقى اقول لبابا ولا انا اعمل ايه دلوقتي؟ متعملش حاجة يا بغبغان عشان انا هاجي وهمسكك وانت مش هتلحق تعمل حاجة. انا شفتك ان انت شفتني وهسجنك انت كمان في السجن. لا يا حبيبي، انا بطير ومش هتعرف تمسكني. ها واروح اقول لابوك عليه. اورا يا زرافة، خدوا بالكوا سيمبا اتجنن ولابس لبس سبايدر مان. خدوا بالكوا، وبيحبس كل الحيوانات. ده حبس الدب وحبس زارة مرات عمه. الحقوا استخبوا ورجعوا بيوتكم. يا لهوي، لا انا ارجع بيتي. يلا يا زرافة ارجعي بيتي. ايوه يا بقورة، انا كمان هروح على بيتي بسرعة، انا خفت جدا. ازيك يا حكيم؟ ازيك انت يا فروخة يا بنتي؟ انا كويسة، بس عايزة اقولك على حاجة حصلت النهاردة الصبح. كنت بحط للفراخ عيالي اكل من المسحور اللي انا بحطه لهم. جه سيمبا وشاف المية المسحورة وشرب منها وتحول وشكله اتغير. وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، اروح احكي لملك الغابة ولا اعمل ايه؟ سيمبا شكله اتغير ازاي ده؟ ايوه يا حكيم، انا بقطع كلامكم معلش، بس فعلا سيمبا شكله اتغير. ده بقى عامل زي سبايدر مان، وبعدين عمال يحبس في كل الحيوانات. لا، انا المية ما حولتوش سبايدر مان، ده المية حولته لاسد صغير شكله غريب. ده كده في حد عمل له سحر او عمل له حاجة. الحقوا بقى، روحوا قولوا لباباه وهو يحاول ينقذه. روح يا بغبغان بلغ ملك الغابة. وانت يا فروخة حاولي تقولي لأردون. قلت له الصبح وهقول له دلوقتي تاني. روح بس انت دلوقتي يا بغبغان بلغ ملك الغابة. يا ابو سيمبا، يا ام سيمبا، الحقوا ايه، شوفوا ايه اللي حصل لسيمبا. سيمبا ابني، ايه اللي جراله؟ ايه اللي حصل له يا بغبغان؟ سيمبا شرب ميه مسحورة وبقى اسد صغير كده شكله غريب، وبعد كده مرة واحدة اتحول لسبايدر مان. شكل في حد سحره وخلاه يبقى شرير ومش سبايدر مان الطيب. بعدين ده حبس مرات عمه زارة، وكمان حبس الدب وعايز يحبس بقية الحيوانات. الحقوا يا ملك الغابة. طيب انا هحاول اشوفه فين، وهقوم اروح له واتصرف معاه واتكلم معاه، يمكن يعقل كده ويبطل الشر ده. يا دكتور أردون، أنا بترجاك والنبي تلحق سيمبا، لحسن ده في حد سحره غير المية اللي شربها الصبح. ده في حد سحره وخلاه يبقى سبايدر مان، بس سبايدر مان شرير، وبعدين عايز يحبس حيوانات الغابة كلهم. طيب يا فروخة، بس عشان خاطرك انتي بس خدي يا فروخة المصل ده وروحي شوفيه هو فين، وأول ما هترمي عليه المصل ده هيرجع تاني سيمبا زي ما كان كويس مفهوش حاجة. سيمبا يا ابني، ايه اللي جرالك؟ انت بقيت شرير كده ليه يا حبيبي؟ اعقل. وايه اللي مخليك لابس لبس سبايدر مان ده؟ أنا سبايدر مان الشرير وهحبس الحيوانات كلها، ولو ما مشيتش من قدام يا ملك الغابة هحبسك انت كمان. اتجننت يا سيمبا ولا ايه؟ ازاي تقول لباباك كده؟ انا جيت يا ملك الغابة، ما تقلقش، ده هو سيمبا كده عشان مسحور. خد يا سيمبا دي وشوف دلوقتي اديك هتتغير وهتتحول. ايه ده ايه اللي بيحصل له ده؟ ايه ده؟ سيمبا رجع اهو تاني الحمد لله. بابا انا مبسوط ان انا رجعت تاني الحمد لله. يلا تعالى معايا نروح نفك مرات عمي ونفك الدب عشان يا لهوي، حاولت شكلي. يا ترى انت فين يا ابو سيمبا؟ اجيبك منين دلوقتي؟ اهربي بسرعة لو انتي من الغابة هنا، لحسن في واحد شرير هيدمركوا كلكم. اهرب اروح فين؟ وبعدين ايه شكلك ده؟ انت مش باينلك انت انسان ولا انت حيوان؟ وجيت منين يا ابن انت؟ في عالم مجنون جاي من زمن تاني وهينزل هنا على الغابة. انا قلتلك اهو، انا شفته بالكاميرا بتاعتي، انا قلتلك، وده هيدمركوا كلكم. يلا تعالي معايا اخبيكي منه.
أخيرا وصلت الغابة بالاختراع بتاعي الشرير وهدمرها كلها. هغير شكل كل الحيوانات. أيوة أنا الدكتور العبقري. هاي. بقورة، ما شفتش حد غريب في الغابة؟ انا شامم ريحة كده، ريحة حد غريب. لا والله ما شفتش. ايه ده مين الراجل اللي جاي يطير من هناك ده؟ انا دكتور جوني، يلا بقى هوريكوا هعمل فيكوا ايه. خدوا شعاع. يا سلام، بص اتحولوا ازاي. هو أنا كل يوم أضربك كده يا سكار؟ كل سيبيني. يوم يا شيخ بقى. سيبيني قلت لك بقى. لازم تصطاد، إيه ده؟ لازم تصطاد. هروح يعني هروح اصطاد ازاي وانتي ماسكاني؟ طب يلا روح اصطاد. هو كل يوم زارة هي اللي تصطاد؟ أنا اللي اصطاد. امشي يا سكار اصطاد. رايح اهو يا شيخ، الله يهدك. هروح اصطادلك وهاجي. يم 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 يم. ده ايه ده؟ فيك حشرات اما اكلها. يم 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 يم. ايه ده؟ ايه اللي جاي علينا من بعيد ده؟ ده انا دكتور جو. هوريكوا الشعاع بتاعي هيعمل فيكوا ايه يا قرود. ايه ده احنا شكلنا بقى كده ازاي؟ انت عملت فينا ايه؟ غيرتكوا وبدلتكوا وهبدل الغابة كلها. يا ام سيمبا، يا ام سيمبا، انتي فين يا حبيبتي؟ يلا هتخلفي لي سيمبا الصغنون. ايه ده، انتي مش في البيت ولا ايه؟ دي شكلها خرجت. ايه ده، نالا خرجت من غير ما تقولي؟ ازاي يحصل كده؟ انا لازم اروح اشوفها راحت فين. ايه ده، اسكار؟ ازيك يا اسكار يا اخويا؟ رايح فين كده؟ رايح اصطاد، اجيب اي اكل لزارة عشان تسكت عمالة تذل فيا وتقولي انا اللي بصطاد انا اللي بصطاد وانا اللي باكلك. لازم تروح تصطاد، وبصراحة كده بتضربني، فانا بقى مش عايزاها تضربني وهروح اصطاد لها. بتضربك؟ ايه اللي انت بتقوله بس يا اسكار؟ والله ضحكتني وانا ماليش نفسي اضحك. انا عمال ادور على مراتي ومش لاقيها ومش عارف راحت فين. عن اذنك بقى انا يا اسكار اروح اشوفها راحت فين. دي قربت تولد وتجيب لي البيبي الصغير. يا ابو سيمبا ابو سيمبا الحق، هقولك. ايه دلوقتي يا بطوط، عايز ايه؟ انا شفت نالا لما كانت بتدور عليك وكانت عايزة تولد. يبقى انا هجري دلوقتي واروح اشوفها فين في الغابة. انت يا ابني، انت واخدني معاك على فين؟ رايحة هنا اعمل ايه؟ انا بقولك عايزة اولد وكنت بدور على جوزي، وانت تقولي كائنات غريبة وهتدمرك. طيب جايبني معاك هنا فين بقى؟ انا عايزة الدكتور، عايزة اولد. ما تقلقيش، انا مامتي بتشتغل في العمارة دي، مامتي دكتورة. تعالي ندخل لها وهي هتولدك. يا سلام يا سلام. هو اي نعم حولني ما بين البقرة وما بين الإنسان، بس أنا أحلى بقورة هنا في الغابة. ايه ده ايه اللي حصل للزرافة اللي جاي من هناك ده؟ يا بقورة انت كمان الراجل اللي طلع ده حولك؟ الحقي ده خلاكي بقيتي حلوة. بس مش احلى مني، انا زرافة ايه فظيعة، قمر. رأيي في ايه؟ وحش. لازم انا بس اللي ابقى حلوة في الغابة. ايه الراجل ده حولني انا حلوة وكمان معايا كمان حد تاني حلو؟ حلوة ايه؟ انت مش شايفة نفسك ولا ايه؟ الحلوة ايه؟ يعني انت عايزك تقول ان انا مش حلوة؟ ايوه طبعا مش حلوة، انا احلى. طيب تعالي نروح نشوف بقى ملك الغابة، ولا نشوف اي حد يحكم ما بيننا. انا بقيت احلى ولا انتي؟ يا سلام، ده حولني بقيت الرجل الأخضر. بقيت البوب الأخضر. دلوقتي أول ما هشوف أي حد محتاجني في الغابة دي هروح ألحقه. ياه، أنا سامع صوت حد بيستنجد هناك. أما أروح أشوف مين اللي عايز ألحقه وأنقذه. يا ترى انت فين يا نالا؟ نالا يا حبيبتي. ايه ده،
اول مرة تخرج من البيت كده. يا نهار ابيض، لا يكون حد شرير عمل فيها حاجة. لازم اجري وادور عليها في كل مكان في الغابة، لازم. نالا، نالا، انتي فين يا حبيبتي؟ نالا. ايه ده؟ مش لاقي حيوانات اصطادها. الحيوانات راحت فين؟ يا نهار ابيض، ده زارة هتبهدلني. ده مش بعيد لو مضربتنيش علقة كبيرة. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه يا سكار؟ تعمل ايه؟ دي هتضربك. طب خلاص بقى، انا ادخل جوه الكهف ده وانام، وهي اكيد مش هتعرف ان انا موجود هنا. القرود عيالي اتأخروا، فين كل ده؟ قالولي رايحين نفل بعض وجايين، ما جاوش ليه لحد دلوقتي؟ بابا شفت احنا بقينا ازاي؟ بابا مين يا حبايبي انت وهو؟ انا عندي فعلا قردين، بس مش انتوا خالص، التانيين شبهي كده. انتوا مين بقى؟ احنا ولادك والله. بس في واحد راكب كده مكنة عجيبة جدا بتطلع شرار، اسمه جو، هو ده اللي حولنا وخلانا بقينا شكلنا كده. والله على اساس ان انا هصدقكم. طيب ماشي وماله. انتوا ولادي ما يجراش حاجة. مش عارف، انا كل ما اعمل تجربة بيطلع حيوانات طيبة ليه. ايوه، اقرب على البقرة اللي جاية دي. خدي الشعاع. ايوه، هي كده بقت شريرة. يا ترى انتي فين يا نيلة؟ نالا مين؟ انت بقى ملك الغابة دي؟ طب تعالى بقى عشان اقطعك بسكاكيني دي. ايه ده؟ انت مجنون؟ ابعد من هنا، بقولك هقطعك بسكاكيني تقول لي ابعد من هنا؟ تعالى يا جميل اما اضربك. اهو اهو، خد خد انت، لا خد انت. ايه ده؟ ملك الغابة بيتضرب، انا لازم انقذه. خد خد خد. ايوه كده، انقذت ملك الغابة الحمد لله. اجري يا ملك الغابة انت وانا هضربه. ايه ده؟ الحمد لله. ايه الكائن اللي كنت بجري منه ده؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ انا اول مرة اشوف كده. لا يكون حاجة غريبة ده ظهرت في الغابة، ولا ده ايه بس؟ ايه ده وايه اللي جاي عليا من هناك ده؟ انا دكتور جو. وهعمل تجربتي عليك يا ملك الغابة. خد الشعاع. اتحولت لفلاش. بس ان شاء الله تبقى فلاش شرير مش فلاش طيب. اجري انا بقى. شكرا ليكي جدا يا دكتورة ان انتي ولدتيني وجبنا سيمبا الحمد لله. شكرا ليك انت كمان ان انت انقذتيني من الغابة وجبتيني هنا. بس انا دلوقتي لازم ارجع الغابة تاني، لازم اوري سيمبا لباباه. طيب بس خدي بالك على نفسك عشان انتي لسه والدة بقى يا حبيبتي، وخلي بالك من البيبي. روحي وما تعمليش مجهود كتير. ايه ده ابو سيمبا، انت بقيت فلاش؟ شفت المجنون ده؟ ضربته وجري مني. احنا لازم نتلم عليه انا وانت. الحمد لله ان هو خلاك فلاش وانا بقيت رجل اخضر. هو دي اكيد غلطات منه، ده عمال يحاول في الحيوانات كلها. يلا بينا يا ابو سيمبا نتلم عليه ونضربه. الاول انا حابب اشكرك ان انت انقذتني منه قبل ما ابقى فلاش. انا دلوقتي بقى معايا قوة انا كمان. لازم انا وانت نتلم عليه ونطلع قوتنا اللي هو اداها لنا من غير ما يقصد عليه. وبعدين بقى نطرده من الغابة عشان اقدر اشوف حبيبتي نالا. مراتي حبيبتي راحت فين؟ وابني حبيبي هو كمان فين؟ اهو يا كلب يخضر، شايفوه جاي من هناك. انا هديب الشعاع اللي في ايدي، وانت لما يقع تروح تضربه. ماشي يا ملك الغابة. متحوليني. خد بقى من متحولينك. انت اللي جبته لنفسك. روح يلا اضربه يا كلب يا اخضر. ايوه اضربه، ايوه. دمرناه. ايوه كده اخيرا هيمشي من الغابة، والغابة هترجع بامان. دي غابتنا يا سيمبا يا حبيبي. انا ولدتك بره الغابة، بس دلوقتي جبتك الغابة وجيت عشان تشوف باباك. بس انا مش عارفة الحيوانات راحوا فين، ولا يكون جرالهم حاجة زي ما الولد اللي كان معايا ده قالي.
يا رب الاقي باباك دلوقتي. وده بقى بيتنا يا سيمبا، الحمد لله ان احنا وصلنا له. بطنة الله جميلة جدا يا ماما. ايه ده يا سيمبا؟ باباك جاي من هناك اهو، بس ليه لابس زي فلاش كده؟ ابو سيمبا حبيبي تعالى شوف سيمبا. شفت؟ انا ولدت بس بره الغابة، في واحد خدني اولد بره عشان قال لي ان كان في خطر هنا. فعلا كان في خطر في الغابة. ايوه فعلا يا ام سيمبا، انت مش شايفه شكلي اتغير ازاي؟ ياه، ده اللي حصل كتير جدا. تعالي بس كده اقعدي اما اشبع من سيمبا. شايف يا سيمبا يا حبيبي المملكة دي كلها؟ أيوة يا بابا، دي مملكتنا جميلة جدا. أنا عارف إن هي جميلة يا حبيبي، بس أنا حابب إن أنا أقولك إن أنت هتبقى الملك على المملكة من بعدي. لو أنا جرالي أي حاجة أنت اللي هتبقى الملك. ربنا يخليك لينا يا بابا، بس أنا مبسوط قوي إن أنت جبتني هنا وبتقولي الكلام ده. سيمبا بتعمل ايه عندك يا سيمبا؟ ما تيجي يلا تلعب معايا. ألعب معاك إيه بس يا أردون؟ ده أنا بابا قال لي امبارح إن أنا هبقى الملك بعديه، ووقفني فوق تل الجبل ووراني إن أنا هبقى الملك على المملكة دي كلها. طيب ما احنا عارفين إن أنت هتبقى الملك، إيه الجديد يعني؟ تعالى يلا نلعب. ماشي، هبقى أجي ألعب معاك كمان شوية، بس دلوقتي اروح اشوف فين عمو سكار عشان افرحه ان انا هبقى الملك. ده هيفرح لي جدا، ده بيحبني قوي. وبعدين بقى انا النمر الابيض، انا اقوى نمر. ازاي انا مبقاش ملك الغابة ويتحكم فيا ابو سيمبا ده وكمان ابنه سيمبا؟ بعدين هو هيبقى ملك الغابة؟ لا، انا لازم اشوف حل في الموضوع ده، لازم اتصرف، مش هسكت. بتشيل حديد؟ طيب انا هشيل زيك. ايوه يلا فلفل. يا لهوي وقعت، هحاول اشيل تاني. يا لهوي وقعت، يخرب بيتك. طب بصي انا هلعب ملاكمة بقى. بصي بقى يا نملة يا نيانتي، بقولك ايه، ما هو في الغابة دي يا نيانتي. يا سكار، شكلك هتفضل حزين وهتعيش حزين وتموت حزين. مراتي حبيبتي سابتني ومشيت وقاعد لوحدي، مش عارف اعمل ايه، عايز حد يسليني. اعمل ايه يا ربي؟ مش كفاية مش انا هبقى ملك الغابة، هيبقى الواد الصغير اللي اسمه سيمبا الأوزع ده هيبقى ملك غابة وانا لأ. اعمل ايه يا رب؟ ايه ده النمر الابيض جاي عليا ليه؟ ده عايز مني ايه؟ يا دوب انا جاي لك مخصوص في موضوع مهم. انت الوحيد القوي اللي في الغابة دي، لازم نحارب ابو سيمبا انا وانت، لازم يا انت نبقى ملاك الغابة. بص يا نمر يا ابيض، انا مش عايز مشاكل مع ابو سيمبا، انا عايش ومرتاح في الغابة بالمنظر اللي انا فيه ده. انت بقى مش مرتاح، دي مشكلتك انت، ممكن تمشي من قدامي. انا مش عايز احارب ابو سيمبا ولا غيره، انا عايش مرتاح. عايش مرتاح؟ طيب مع السلامة، هروح اشوف حد غيرك يساعدني في اللي انا عايزه. خدي هنا، خدي هنا، لازم امسكك. ايه ده، تيمون وبومبا بينادوا عليا. يا ترى عايزين ايه؟ سيمبا تعالى هنا، خد، عايز العب معاك، يلا تعالى. ايوه يا سيمبا، سيبك من اللي انت بتلعب معاه ده وتعالى العب معانا. ايه يا تيمون، ايه يا بومبا؟ بقول لكم ايه، انا مش هينفع العب معاكم كتير عشان انا رايح عند عمو سكار، بس ممكن نروح نتمشى مع بعض على الجسر. يلا بينا. هكون متاتا هكون متاتا متاتا هكون متاتا. عمو سكار، انا جايلك مخصوص عشان افرحك بالخبر اللي بابا قالهولي امبارح. انا عارف ان انت بتحبني جدا وهتفرح لي جدا. خير يا سيمبا يا ابن ملك الغابة، جايلي ليه؟ عشان اقولك ان بابا امبارح طلعني فوق التل وقال لي بص، الغابة دي كلها، كل المملكة دي انت اللي هتحكمها يا سيمبا. جه في دماغي بقى ان انا اعرف انت هتعمل ايه لما انا احكم الغابة. هبيع بليلة يا سيمبا، هقف على اول الغابة كده واقف اقول فول بليلة. ايه رأيك يا سيمبا؟ دمك خفيف جدا يا عمو سكور، انا بحب اجي اقعد معاك جدا عشان بجد انت بتقول كلام بيضحكني جدا جدا. بضحكك؟ طب روح يا حبيبي،
روح لحسن باباك بينادي عليك، انا سامع صوته. روح لمامتك، يلا يا سيمبا امشي من هنا. يا حبيبي يا عم سكار، انت شكلك خايف علي. ماشي، انا هروح لبابا، هاجيلك تاني يا عم سكار. باي باي يا حبيبي. عامل ايه يا حكيم؟ انا جيت عشان اطمن عليك. انا كويس يا ابو سيمبا. سيمبا عامل ايه؟ سيمبا عند سكار، انا جيت عشان ابلغك يا ملك سيمبا. انا طرت فوقيه مرتين وهو ما خدش باله مني، وكان عمال يتكلم مع سكار. سيمبا عند سكار؟ ما قاليش ان هو هيروح هناك. ماشي يا سيمبا، لما اشوفك. انا قلت له كذا مرة ما يروحش لسكار. خد بالك منه يا ابو سيمبا، سكار شرير وممكن في مرة يعمل حاجة وحشة في سيمبا. خد بالك منه وحذره. ايوه طبعا، انت عندك حق يا حكيم. انا دلوقتي هروح اشوف سيمبا راح فين ولا ايه، وبعدين هحذره، هقوله ما يروحش لسكار تاني. مبروك يا ملك الغابة. لا لا، انت عرفت ان انا هبقى ملك الغابة، هبقى احلى منك. احلى مني. مفيش احلى مني يا حبيبي. طب كده هسيبك وهجري. اجري يا سيمبا، انا هجري وراك. مش هتعرف تمسكني. ايوه كده، انا بقيت قوي. لازم ادور على سيمبا، اشوفه فين واقول له انا اتعلمت ايه وازاي هيبقى قوي زيي. لازم اروح ادور على سيمبا. اسكار، انت هنا؟ ده انا قالب عليك الغابة اما اقعد. ده انا عايزك في حاجة ضروري. ايه يا نمر يا ابيض؟ من امتى يعني بتعوزني ولا عايز تتكلم معايا؟ لا لا لا، ما تقولش كده يا اسكار. طيب يا سيدي، عايز ايه بقى؟ عايز اقولك ما تيجي تحط ايدي في ايدك يا اسكار، وننتقم من اخوك نفاسة ده اللي واخد الحكم منك. انا عارف ان انت ما بتحبوش. ما بحبوش، جيت على الجرح. والانتقام من نفاسة سهل جدا. اقول لك على حاجة، تعال نخطف الواد سيمبا. انا هروح انادي عليه واقول له خد هنا يا سيمبا، واول ما يمشي ويجي معايا اديهولك، وانت بقى تخبيه في الكهف بتاعك، وبكده ينفع ننتقم من نفاسة. يا سلام عليك وعلى افكارك، برافو عليك يا اسكار. روح يلا يلا بسرعة نادي، وانا هستناك عند الكهف بتاعي. اما روح بقى اشوف فين صحابي عشان العب معاهم واكمل اليوم الجميل معاهم. ايه ده؟ مين اللي بينادي عليا هناك ده؟ ايه ده؟ عمو سكار، انت اللي كنت بتنادي عليا يا حبيبي؟ ايوه يا حبيب عمك، ايوه يا روحي. ده انا جايلك مخصوص يا سيمبا عشان اخدك معايا واوريك الحاجة الجميلة اللي انا جبتها لك. بجد يا عم سكار؟ طب يلا بينا، يلا تعالى وريني ايه اللي انت جبتهولي. بس يا عم سكار، ده مش طريق بيتك، احنا كده رايحين فين؟ امشي بس يا حبيب عمك سكار وهتعرف دلوقتي احنا رايحين فين. ازيك يا طنط ام سيمبا؟ امال فين سيمبا؟ انا من الصبح قلبت عليه الغابة وسألت تيمون وغومبا، قالوا لي شفناه شوية ومشي، وكل شوية اسأل بقيت اصدقائنا ومحدش شافه. هو فين؟ مش عارفة والله يا فلافير. انا كنت قاعدة هنا يا حبيبي بعمل الاكل، زمن عمك ابو سيمبا جاي وهنعرف هو فين. طيب عن اذنك، انا ولما يجي بقوليله فلافيلو سأل عليه. ابو سيمبا كويس ان انت جيت. سيمبا فين؟ كل اصحابه عمالين يسألوا عليه ومحدش لاقيه من الصبح. هو فين؟ مش عارف. يا نهار ابيض، لا يكون جرر حاجة. انا عرفت ان هو راح عند اسكار، لا يكون اسكار الشرير عمل له حاجة. انا هجري بسرعة واشوفه فين. سيمبا سيمبا سيمبا، انت فين يا سيمبا؟ ده صوت ابو سيمبا بينادي على سيمبا. يا نهار ابيض، لا يكون النمر الشرير ده عمل له حاجة. لا، انا لازم اروح اشوف فين ابو سيمبا واحكي له ان النمر الشرير جالي وقال لي ان هو عايز يتآمر عليه. انا لازم اشوفه فين، لا يكون هو اللي خطف سيمبا. ابو سيمبا كويس ان انا لقيتك، انا سامعك بتنادي على سيمبا.
بس حصلت النهاردة حاجة ضرورية جدا لازم أبلغك بيها. ايه حصل؟ ايه؟ شفت سيمبا ابني؟ شفته؟ راح في حتة كده ولا ايه اللي جراله؟ احكيلي. لا انا ما شفتش سيمبا، بس انا جالي النمر الابيض وقال لي تعالى نتآمر على ابو سيمبا ونخليه يسيب المملكة او ننتقم منه، لكن انا قلت له ان انا بحبك وان مفيش عندي مشاكل معاك، فممكن احتمال كبير يكون هو اللي خاطف سيمبا. ايوه ماشي، شكرا ليك يا دب. انا دلوقتي هروح ادور في بيته هناك، لو لقيته عنده همسك النمر ده وهحبسه في السجن ان شاء الله. يعني انا هفضل محبوس هنا كده ولا ايه؟ خلاص ولا ايه؟ يا لهوي النمر الشرير ده هيعمل ايه فيا؟ لا انا لازم اما اطلع من هنا اتعلم ازاي ابقى قوي وازاي ادافع عن نفسي. كده يا عم سكار، كده تسلمني للنمر الشرير. سيمبا ابن حبيبي، كويس ان انا لقيتك يا حبيبي. انا دلوقتي سجنت النمر الشرير، ما تقلقش يا حبيبي وما تخافش ابدا. يلا يا حبيبي تعالى نروح. شكرا يا بابا ان انت انقذتني من النمر الشرير ده، شكرا ليك. بس على فكرة عمو سكار هو اللي ضحك عليا وهو اللي جابني هنا. سكار؟ يا سكار يا شرير، ماشي انا هسجنه هو كمان. شفت يا سيمبا ان سكار ما بيحبكش زي ما انا قلت لك؟ شفت يا بابا وصدقت كل كلامك. انا بعد كده هصدق كل كلامك ومش هصدق حد تاني غيرك، وزعلان جدا ان عمو سكار ما كانش